بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مشاهدينا الكرام، مشاهداتنا الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مقدمة الكلام أقول لكم إخواني أخواتي، مبارك علينا هذا النجاح وهذا الفوز وهذا الإنجاز الكبير اللي حققه المنتخب الوطني المغربي ضد الفريق الإسباني. يعني هذا الفوز وهذا النجاح كنهديه لجميع المغاربة قاطبة داخل أرض الوطن وخارجه. هذه المباراة في الحقيقة حاولت أنني نستنبط منها بعض الأمور التي قد تعين الشاب. هذه الأمور تقدر تعاون واحد الشاب ولا واحد الشابة ولا واحد الرجل ولا واحد المرأة باش يغير النظرة ديالو إلى نفسه أو إلى وطنه وإلى محيطه. كذلك من ضمن الأمور اللي غادي نتطرق لها هي أن الإنسان إذا بغى يحقق النجاح لابد أن يأخذ بالأسباب. أيها الشاب، إياك والإحباط. عندك تخلي اليأس يدخل لك لقلبك، عندك تخلي المثبطين، دوك الناس اللي كي يخلقوا التشاؤم في الحياة ديال الآخرين، إياك وإياهم. عندك يكون عندك في الخانة ديال الأصدقاء. هذا النوع يدمر، هذا النوع لا ينتج، هذا النوع ما يخليكش يعني تحقق الطموح ديالك وما يخليك تكون في الصفوف ديال الناجحين. واش بغيتي تغير وبغيتي تحقق الانجازات ديالك وبغيتي تغلب على العراقيل، اعطيني ودنك ونتبعوا كيفاش استطاع المنتخب الوطني المغربي يغلب الفريق الاسباني. اذا باش تغلب واحد الفرقه كبيره، اول حاجه كيخصك هي التخطيط المسبق. تكون عندك واحد الخطه، يكون عندك واحد التهيؤ ماذا قبلي. كذلك نحن باش نتغلبوا على المصاعب ديال الحياه، باش نتغلبوا على المشاكل اللي كتوقع لنا في البيئه ديالنا والاسره ديالنا والحياه ديالنا، لابد انني نحط واحد المخطط. هذا المخطط غادي نحط فيه النقاط اللي كيديروا لي الديكالاج في الحياه ديالي ولا في المسيره يعني الدراسيه ديالي ولا في العمل ديالي عموما. غادي ندير واحد المخطط ونحط النقاط اللي كتخلق لي المشكل ونحاول ما امكن يعني نتخلص منها بطريقه او باخرى. والإنسان قد يتغير، الإنسان راه كيتغير. ما يمكنش الإنسان يدور دائما في واحد الدائرة. كاين اللي غادي يدور في واحد الدائرة فقط، هو داك الإنسان اللي ما عندوش التخطيط وما عارف راسو اشنو كيدير. هذا دائما غادي يدور في حلقة مفرغة. اما الانسان اللي عارف راسو كيدور في واحد الحلقة ولكن كيحاول ما امكن انه يغيرها للافضل، فلا بد ان يخطط. فالمنتخب الوطني المغربي قبل ان يدخل الى ارض المباراة، الى ارض الملعب، راه عنده واحد المخطط، يعني واحد المنهجية، واحد الاستراتيجية اللي غادي تلعب بها ماذا يعني المباراة. إذا الأمر الأول باش تغير الحياة ديالك وباش يعني تحقق الإنجازات ديالك، أولا التخطيط وكذلك الاستعداد ماذا القبلي. ثم بعد ذلك لا بد أن تكون في المكان الصحيح. يعني هذا الطموح اللي عندك وهذا الإنجاز اللي كتسعى باش تحققه، راه ما يمكنش جميع البيئات تعاونك وتساعدك على التحقيق وعلى الفوز والنجاح. راه لابد تسعى وتقلب على المحيط اللي يمكن ليه يعاونك باش تحقق النجاح ديالك. كذلك يعني المنتخب الوطني المغربي ملي دخل الى ارض الملعب، راه كل واحد يعني خدا لا بوست ديالو، خدا المكان المناسب ديالو.
كذلك نحن أيها الأحباب الكرام باش ننجح في الحياة ديالي لا بد أنني يعني نقلب على واحد البيئة، ماشي دائما نبقى حدا والديا. راه في بعض الأحيان يعني داك البقاء في الدوار ديال كل المحيط ديال كل المدينة ديالك اللي ترعرعتي فيها، في بعض الأحيان كيكون هذا السبب ديال ماذا؟ ديال عدم النجاح ديالك. نعطيكم يعني بين قوسين، يعني انا ملي يلاه بديت المسيره ديالي في تحفيظ القران، يعني في حفظ القران الكريم ولله الحمد، يعني هاجرت من البلاد ديالي لواحد البلد اخر، الى البلد ديال سوس. ملي وصلت ذاك المكان اللي بديت فيه يعني حفظ القران الكريم ولله الحمد والشكر والمنه، اول حاجه استوقفتني هو ان الناس كيعيطوا عليا بالسي فلان، السي عبد الله. انا كنت في بلادي غير عبد الله، كيعيطوا عليا الاصدقاء والاخوان وكل شيء عبد الله، هكذا حافيه اللي كنقولوا. وانا كنقول لكم كنشارك معكم هذه المساله يعني من باب يعني باش نحرك المشاعر ديالكم، باش الشباب ديالي يتحرك ويحاول يسعى يعني باش يحقق الطموح والانجازات ديالو. يعني ملي مشيت يعني لذاك المحيط، اول حاجه كيقولوا لي الناس يعني السي عبد الله، ما بقيتش ديك عبد الله حافيه اللي كانت في البلاد ديالنا، وانما تزادتني يعني واحد الشاره ديال السي. اذا هذه غير مثال جبت لك ايها الاخ الفاضل، يعني ما تبقاش دائما في المحيط ديالك. الا كنت درتي واحد المجهود يعني وما عطاكش المحيط ديالك، يعني فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه كما قال الله عز وجل. نبحث على اماكن اخرى، ونبحث على أصدقاء جدد، ونبحث يعني في مدن أخرى لعلي أظفر بالنجاح الذي أبحث عنه. إذن هنا ملي الفريق الوطني المغربي يعني دخل أرض المباراة، كل واحد يعني شد لابوست المكان ديالو. ثم بعد ذلك راه في بعض الأحيان كتكون البيئة مساعدة، ولكن فين كيكون المشكل؟ المشكل كيكون في الشخص لا يتحرك بالطريقة الصحيحة. ها هو المحيط كاين في المكان المناسب، ولكن راه اعلم أيها المشاهد الكريم وأيتها المشاهدة الكريمة، إلا ما عرفتيش كيفاش تحرك في ذاك المحيط وتعرف يعني السبل الميسرة باش تحقق النجاح، راه يعني ما يمكنش تحققه. كذلك المنتخب، راه ملي دخلوا اللعابه كل واحد شد لابوست ديالو، ولكن باش نحقق الانجاز خص هاد لابوست فاش كاين، انا هاد البلاصه فاش كاين ولا هاد البيئه خصني نتحرك فيها بطريقه صحيحه. اما الا كنت تحرك بطريقه خاطئه راه غادي نهزم. غادي ماذا نهزم؟ وما غاديش نهزم غير وحدي، بل غادي نجيب الهزيمه حتى دوك الناس اللي دايرين بيا، دوك الاصدقاء ودوك يعني العائله اللي دايرين بيك، حتى هما غادي تجيب لهم ماذا؟ الانهزام. وعليه المساله الثالثه، يعني لا كاع البيئه عاوناتك ايها الاخ الفاضل، لا بد انك تتحرك فيها بالطريقه ماذا؟ بالطريقه الصحيحه. ثم المساله الرابعه، يعني يقدر يكون في بعض الاحيان التخطيط صحيح، هو هذا كاين التخطيط، كاين استراتيجيه، وكذلك كاين التهيؤ القبلي ماديا ومعنويا، والانسان القلبي اللي تعاونوا باش يعطي، وكذلك كيتحرك بطريقه صحيحه. هنا راه يقدر يخرج لك مشاكل في الحياه، العراقيل في الحياه، امتحان واختبار. هنا الحياه كلها مبنيه على الامتحان والاختبار. راه إلا صبرتي أيها الأخ الفاضل، إلا صبرتي وتحملتي واستعنتي يعني بالتجربة ديال الناس آخرين، واستعنتي بالتوجيهات اللي كيعطيوك الناس العقلاء، راه غادي تغلب على هاد العراقيل وهاد المشاكل، وغادي تحقق الإنجاح والإنجاز ديالك. يعني اللاعبين داخل يعني المباراة، أقصد المنتخب الوطني، راه يعني ماذا؟ كاين يعني السر قراقي الله يجازيه بخير اللي كيعطي التوجيهات داخل الملعب، واللعابه لاعبين ولكن ودنيهم عند المدرب، دير هادي رجع هكا، يستمعون.
وكيطبقوا التوجيهات ديالو على ارض الواقع. كذلك نحن الا كان كاينين مشاكل استشر مع اهل الخبره اللي كتثق فيهم، وطبق يعني التوجيهات ديالهم باش تغلب على ماذا؟ باش تغلب على تلك المشاكل التي لا يخلو منها أي مكان وأي زمان. إذن يعني التموقع، وكذلك يعني التموقع يقدر يكون صحيح ولكن غادي تواجهك يعني مشاكل، وهذه المشاكل نحاولوا ما أمكن نتغلبوا عليها باش نحققوا إن شاء الله تبارك وتعالى النجاح ونحققوا الفوز. إذن ملي نتغلبوا على تلك المشاكل ونتغلبوا على تلك العراقيل ونحققوا واحد الانجاز، ما ننساوش نردوا الفضل ديال داك الانجاز وديال داك النجاح لله عز وجل. ما تغترش براسك وتقول انا راه تبارك الله انا راه تبارك عندي واحد العقل كنفكر به مزيان والتخطيط ديالي جا تبارك الله في المستوى. لا تغتر بذلك ويغرك عقلك والفكر ديالك، لا، بل قل الحمد لله والشكر لله الذي وفقني لهذا العمل. وهنا كنشوفوا المنتخب الوطني المغربي ملي حقق ذاك النجاح وحقق ذاك الفوز سجد شكرا لله عز وجل. زعما هذا الفوز وهذا النجاح اللي حققنا راه حققناه بفضل الله عز وجل، حققناه بالفضل ديال الله تبارك وتعالى وبتوفيق من الله عز وجل. كذلك نحن أيها الأحباب الكرام، هذا يعني نستنبطوا منه هذه المسألة هذه. أي حاجة توفقتي فيها في الحياة ديالك، في الدراسة، في العمل، في الزواج، يعني في الأولاد، في أي حاجة، قل الحمد لله والشكر لله اللي وفقني لهذا العمل وحيد العراقيل والمشاكل من طريقي. ثم لا أنسى، وهنا رسالة للآباء والأمهات وللمجتمع عموما، نعاونوا الشباب ديالنا باش ينجحوا. راه الفريق الوطني المغربي راه يعني نجح يعني بتحفيزات أخرى، منها يعني ذاك الجمهور اللي كاين، ذاك الحماس اللي دار الجمهور المغربي مشكور يعني في أرضية الملعب، في المدرجات والهتافات والتشجيعات. هنا المعنويات ديال اللعابة ترتفع، كذلك المعنويات ديال ولدي وديال ولدك وديال ولد جاري وولد جارتي، يعني نحاولوا ما أمكن نرفعوا لهم المعنويات. يعني ما نقولوش لهم الكلام اللي يقدر يعني ماذا يحطم لهم العزيمة ديالهم، بل لا بد أننا نشجعوهم ونعطيهم يعني فرصة في الحياة، ونعطيهم مسائل اللي فيها تفاؤل. أما ذاك التشاؤم وذاك تطبيط يعني العزائم فهذا لا ينفع. وكذلك أيها المشاهد الكريم، أيها الشاب، دائما كن متفائل وتكون عندك شخصية قوية، ودائما دير النجاح قدام عينيك وقول هذه المسألة غادي نديرها وغادي ننجح فيها، غادي نحقق فيها النجاح إن شاء الله عز وجل. إلا عندك هذه العزيمة وهذه القوة راه كتعطيك ماذا؟ كتعطيك الثقة في النفس. وإلا كاينه الثقة في النفس وكاين ما كاينش الضغط راه لابد أنك غادي تنجح. كذلك المنتخب الوطني ملي دخل إلى أرض الوطن قال سأحقق النجاح، وماشي كنشوف يعني يعني في الفريق الاسباني راه فريق كبير ولا كذا، لا، يعني يكون عنده واحد العزم انا دخلت باش ننجح. كذلك نحن في الحياه غادي نخوض هذه يعني تجربه وغادي نخرج منها ناجحا ان شاء الله تبارك وتعالى. اذا هذه بعض التوجيهات وبعض النصائح استخرجتها من هذه يعني المباراه التي وقعت بين المنتخب الوطني المغربي اللي فرحنا ضد الفريق الإسباني اللي انهزم يعني في هذه المباراة. إذا أسأل الله تعالى أن ينفع بهذه الإرشادات وهذه الإضاءات، كما أسأل الله تبارك وتعالى تكون هذه الإرشادات وهذه النصائح تنال الإعجاب ديالكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، آمين، والحمد لله رب العالمين.